وفرنا اهو زي ما انت شايف واحد تجميد، ووفرنا كمان واحده سم مش محتاجينها، اول توفير معانا، ولسه خاصيه الملكه كمان، وقدرنا نمسح وناخد 27 كاس، وخدنا موارد كويسه جدا، 100 جنود محترمه. لسه فاضل دقيقه ونص على الهجمه. موفر هيل، موفر قدره ملكه، بس انا مش محتاج اوفرها عشان ننهي الهجمه بسرعه. اقوى استراتيجيه شفتها لحد دلوقتي، موفر واحد تجميد، موفر قدره ملكه، موفر جيش بره ممكن اهجم بيه لو خدته زي ما هو كده على خصم كمان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ورجعت لكم في فيديو جديد عن لعبة كلاش اوف كلانس. فيديو النهارده طبعا عن الاستراتيجيات الأرضية للهجوم على التاون هول 11 ومسحها بكل سهولة، وإن شاء الله تبقى أقوى استراتيجيات تشوفها 2023. كل اللي أنا طالبه منك إنك تعمل لايك وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد، وكمان تكتب لي كومنت تقول لي أنهي استراتيجية عجبتك وإيه الاستراتيجية اللي أنت بتستخدمها لمسح تاون هول 11. قبل ما نبدأ الفيديو، مش ملاحظين كده حاجة جديدة؟ يعني ركزوا كده. طبعًا في 6 عُمّال يا جدعان، أي مركز تحكُّم كوخ بوب قدرت إن أنا أعمله، زي ما أنت شايف نايم دلوقتي مش شغّال. ما أنتم لو مهتمين شوية كنت عرفتوا إن أنا كان عندي 5 وبقوا 6 أهم. طيب لو جينا هنا هتلاقي في القرية الليلية، طبعًا ما باعملش فيديوهات عن القرية الليلية، بس زي ما أنت شايف أنا لقيت نفسي تميت المهمات من غير ما آخُد بالي. أدي عندك دي آخر حاجة تقريبًا كانت باقية لي، اللي هو إجمالي البطلين الآلة والآلة الطائرة وآلة البناء الخبير، يبقى إجمالهم 45 وعملتها. وطبعًا أنا كنت مرقّي دفاعات كتير للمستوى التاسع، وكمان عندي أي قوة عندي الكانون أو المدفع بيبقى المستوى عندي 18، هو الوحيد المستوى 18 أصلًا. وآخر حاجة يمكن إتمام الإثقال عبر إثقال 3 مباني يعني في القرية الأم، وطبعًا دول أنا عملتهم بالبناء الخبير من بدري. فقدرت إن أنا أفتح مركز تحكم بهم. عمومًا يعني من غير ما نطوّل كتير، أنتم لو عايزين أصلًا هجمات عن القرية الليلية أنا ما عنديش مانع، باهجم بيها وبامسح عادي يا جدعان. طيب نرجع تاني ونخش على أول استراتيجية من غير ما نطوّل أكتر من كده. أول استراتيجية معانا بتتكون من واحد من الارشر، واحد ساحر، و9 ويتش، و12 باولر، وزي ما انت شايف 5 من الايس جول. التعويذات بتاعتك بتبقى عباره عن واحد ريج، واربعه من التجميد، وواحده سم عشان لو في دعم، واربعه من الخفاش. طيب والدعم بتاعك بيبقى عباره عن دقيقه واحده اوريك الدعم. ماشي، بيبقى عباره عن واحد عملاق، اتنين باولر، واحد يتي، وبتستخدم معاهم اتنين من الخفاش، تعويذتين خفاش، وواحد من اللي هي آلة اللوج لانشر او قاذفه الجذور. نطلب الدعم وكده الجيش بتاعنا يبقى جاهز. هارجع لكم اول ما الاقي خصم مناسب نهجم عليه مع بعض. طيب يا شباب، احنا هنهجم على الخصم ده ونشوف هنقدر نعمل ايه قصاده. طبعا هنحدد الزاويه اللي احنا هنهجم منها، فممكن نهجم من الزاويه دي. انت طبعا هدفك ان انت تاخد الساحر، واي دفاع ممكن ياثر على الخفاش بشكل كبير. فانت تنزل واحد اتنين تلاته اربعه، تسيب الخامس او تنزله، وبعدين تنزل الاله، بعدين تنزل التسعه ويتش وراهم. تمام. وبعد كده تنزل تستنى شويه، وتنزل الباولر اتنين هنا واتنين هنا، وتنزل الباقي في منتصف التصميم، وتنزل الملوك بتاعتك في منتصف التصميم، وتنزل بس كده تنزل إيه تاني. بعد كده مثلا تستنى عليهم اول ما يخشوا منتصف التصميم، تقوم جاي رامي واحده من الريج، وتستعمل خاصيه الامر عشان تحافظ على جنودك لاكتر وقت ممكن، وتمسح منتصف التصميم بكل سهوله. زي ما انت شايف الباولر اتعمق في المنتصف بكل سهوله، ممكن نحط واحده بس ولا نستنى هم يقدروا على الدنيا دي. زي ما انت شايف قدرت ان انا اخد جزء كبير من التصميم بكل سهوله. كل اللي انا طالبه دلوقتي ان انا هستعد ان انا ارمي الخفاش عشان طبعا اقدر ان انا اقضي على بقيه التصميم. كل اللي احنا هنعمله هنرمي الخفاش من هنا كده. تمام، ونبتدي بالتجميد على طول عشان الساحر. تمام تمام تمام، قدرت ان انا اشيل اول ساحر، ضرب ضربه للاسف. تمام، تاني ساحر هجهز اهو، ممكن نرمي دلوقتي. تمام، زي ما انت شايف نرمي تاني كده بسرعه. تمام تمام، كده قدرت ان انا امسح، ولسه معايا جزء كبير جدا من القوات. زي ما انت شايف الفراخ كانت كتير، لسه معايا واحد من الاشر، واحد من الساحر، ممكن نوزعهم كده. ووفرنا اهو زي ما انت شايف واحد تجميل، ووفرنا كمان واحده سم مش محتاجينها، اول توفير معانا، ولسه خاصيه الملكه كمان. وقدرنا نمسح وناخد 27 كاس، خدنا موارد كويسه جدا. ودي كانت الاستراتيجيه معانا الاولى معانا النهارده، ونخش على طول على الاستراتيجيه الثانيه. طيب يا صديقي، نخش على تاني استراتيجيه معانا النهارده، بس قبل ما نكمل عايز افكرك ان انت لازم تعمل لايك وتشترك في القناه وتفعل زر الجرس، علشان يعني تقديرا منك يعني على التعب والمجهود اللي انا بعمله ده يا صديقي. ونخش على تاني استراتيجيه على طول. زي ما انت شايف تاني استراتيجية بتتكون من 7 مفجرين اسوار، 3 جولم كده، و13 من الويتش. هتضيف عليهم التعويذات بتاعتك 2 من الهيل، و2 ري، و3 سكيلتون. وزي ما انت شايف الملوك بتاعتك. اما بالنسبة للدعم، تعالى اوريكم الدعم. هنخش على قلعة القبيلة تعزيز. زي ما انت شايف هنعدل بس في الدعم ده، نطلب بدل الدعم بتاع الاستراتيجية الاولى هنطلب واحد عملاق، معلش مش عارف مسحته ليه، وواحد يتي، وواحد ويتش. تمام، ده الدعم بتاعك اللي هيديلك على منتصف التصميم. وبتاخد واحده تجميد وواحده من السكيلتون. تمام، ادي الدعم بتاعك بيبقى عباره عن كده طبعا تاكيد. وتعالوا نشتري ونشوف تصميم ندشمله على الاخر، وارجع لكم اول ما الاقي تصميم ننفخه ونهجم وناخد منه الكوز بتاعه. طبعا انا هاجم على التصميم ده مش عشان جمال عيونه، ولا هو ماكس كده كده،
بس مش عارف بقى هو صعب ولا سهل، بس يعني الموارد زي ما انتم شايفين كده تخلي الواحد يهجم كده بأريحية، فاهم؟ احنا كلنا هنعمله هنهجم من تحت من هنا، هننزل ادي واحد اتنين تلاتة، هننزل الويتش على طول وراه، تمام. وبعد كده هننزل الآلة يا باشا، وننزل هنا دي واحد اتنين، نفتح كده السور ونتقل شوية أول ما يقدرنا على الدنيا دي، وننزل الملوك بتاعتك واحد اتنين، طبعا الملك في الوضعية الأرضية عشان تلهي الدنيا دي، نزل واحد هنا وواحدة هنا كده عشان طبعا عايز اقضي على الدنيا اللي جوه دي، تمام. بعد كده بحط واحده هنا كده عشان الهي الدنيا دي، بعد كده احط واحده هنا طبعا عشان الانفيرنو المفرد ده، وتستنى طبعا خاصيه الامر ممكن تستعملها دلوقتي عشان تفتح لك الجدران. وطبعا السكليتونات خلصت معايا ان انا وزعتها، يعني على اساس ان انا احافظ على الجيش على قد ما اقدر، تمام. بتاع ده عامل لي مشاكل، احنا كل اللي احنا هنعمله ان احنا ده مسك في الملك، ممكن نستخدم التجميد دلوقتي عشان طبعا نحافظ على الملك بتاعنا اطول فتره ممكنه. زي ما انت شايف ممكن نحط هنا واحده غضب كده على الماشي، زي ما انت شايف برضو واحده هيل كده هنا، تمام. وغضب برضو علشان تقدرنا على الدنيا دي. زي ما انت شايف قدرت ان انا امسح، بس ايه ده، هو ده محدش قضى عليه ليه؟ والملك بتاعي هيودع اهو، بس لسه معايا خاصيه الملكه والدنيا بتاعتي تمام، ومعايا كميه جنود محترمه، تصميم كله مربعات، بس ان شاء الله هقضي عليه بكل سهوله. وكمان بص ثقه بس في الهجمه موفر هيل اللي هي بمقام تعويذتين كده اهو، بس عشان زي ما انت شايف كميه جنود محترمه، لسه فاضل دقيقه ونص على الهجمه، موفر هيل، موفر قدره ملكه، بس انا مش محتاج اوفرها عشان ننهي الهجمه بسرعه. وزي ما انت شايف قضينا وخلصنا تاني استراتيجيه، وزي ما انت شايف التصميم كميه كوس قليله بس كميه موارد محترمه يعني. تالت استراتيجيه معانا زي ما انتم شايفين يا شباب، ادي عباره عن 6 مفجرين اسوار، 5 بيكا، 13 من الباولر، 3 ايس جولم، وادي 2 من الغضب، و3 من التجميد، و4 من الخفاش طبعا، وبجانب الملوك. فكرك ان دي تالت استراتيجيه، وبفكرك ان انت لسه بتتفرج وما عملتش ولا لايك ولا اشتراك ولا اي حاجه، فعايزينك تعمل الحاجات دي بسرعه كده وترجع تتابع الفيديو قبل ما اهجم. زي ما انت شايف الدعم اللي معانا، واحد من الهوج واتنين باولر، وواحد يتي مع اتنين خفاش، وواحده من اللي هي آلة الحصار اللوج لانشر. كده كده انت بتاخد واحده، يعني مش عارف اللي انا بقوله ده، بس يلا نطلب الدعم وندور على خصم مناسب، وارجع لكم اول ما الاقي خصم مناسب نهجم عليه مع بعض. طبعا مش لاقي خصام، فقلت اما اهجم على الخصم ده يا جدعان، فاحنا كل اللي هنعمله مش عارف الصراحه. ماشي، هننزل التلاتة دي واحد اتنين تلاتة، تمام. وهتنزل دي واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة، تنزل البولارات كده على شكل خط، طبعا ايدي عرقانة معلش يا جدعان. وهتنزل الآلة كده، تمام. وهتنزل جرين أصفار كده بالشكل ده. طبعا انت كل اللي انت عايزه ان الجيش يخش المنتصف التصميم على قد ما تقدر يعني، فهتنزل ده هنا وهتنزل ده هنا، وهتنزل الآمر في الوضعية الأرضية، يلا يا باشا. وتبتدي تستنى شوية، تمام. وتستعمل طبعا خاصية الآمر مع واحدة غضب في منتصف التصميم كده علشان تقضي لك على الدنيا دي، وممكن تجمد هنا طبعا عشان تحافظ على البيك. قدرنا ان احنا نحافظ على البيك ونجمد هنا برضه عادي، مش هتخسر حاجه يعني. اي نعم الجنود بتاعتك لسه ما موتتش، مش عارف الباولر ده بيعمل ايه، ما تقضي يا عم على الدنيا دي خلصوني، تمام. زي ما انت شايف قدرنا ان احنا ناخد جزء كبير جدا من التصميم، فاحنا كل اللي احنا هنعمله طبعا نحط الغضب دي هنا برضه عشان يقدرنا على الدنيا دي، ونبتدي ننزل في الخفاش بتاعنا كده بكل سهوله من هنا، تمام. هيقدرنا على الدنيا دي والحمد لله مفيش ولا برج ساحر يقف لك قدام الهجمه. زي ما انت شايف عدى دقيقه بس من الوقت تقريبا، ولسه الدنيا تمام، ومش معانا وفرنا واحد تجميد يا جدعان، والله ما انا حاططها في حته. ايه العظمه دي يا جدعان، خدناش دقيقه ونص على بعض اقسم بالله. اقوى استراتيجيه شفتها لحد دلوقتي، موفر واحد تجنيد، موفر قدره ملكه، موفر جيش بره ممكن اهجم بيه لو خدته زي ما هو كده على خصم كمان. اتفرج على العظمه يا باشا. وبكده تكون دي تالت استراتيجيه معانا، ونخش على الاستراتيجيه الرابعه معانا النهارده، واللي هي استراتيجيه الملكه الماشيه. طبعا لسه الجنوب بتجهز بس عادي هنعديها. زي ما انت شايف معانا 13 هوج، 12 ماينر، 2 من اللي هي البيبي دراجون، 5 هيلر، 3 من البالونات عشان تحمي الملكه بتاعتك، 8 مفجرين اسوار عشان تفتح السور للملكه، وتاخد معاهم 2 ارشر. الدعم بتاعك بيبقى عباره عن 2 ريج، و2 من الهيل، و2 تجميد، واحده سم طبعا عشان لو في دعم جانب الملوك، واهم ما فيهم طبعا الملكه. طبعا الامر بيبقى في الوضعيه الارضيه. الدعم بتاعك بيبقى عبارة عن قذيفة الحمم علشان تاخد بيها جزء كبير جدا من الدفاعات المهمة من الناحية التانية من الملكة، زي ما هنشوف في الهجمة. ممكن تاخد في الدعم برضه تاخد 2 من تاخد قصدي 7 هوج رايدر، وبتاخد واحدة ريش طبعا عشان الريز عشان الملكة. تمام، ادي الدعم بتاعك. ندوس تأكيد وندوس شراء ونستنى أول ما الاستراتيجية تكمل، ونقوم جايين ندور على خصم الناس نهجم عليه مع بعض. طبعا انا كنت نسيت ان انا اسجل يا جدعان، معلش انا اسف. نزلنا واحد بالون بس، وهنزل القلم من هنا على طول، تمام. تقدرنا على الدنيا دي. وبعد كده هنيجي هنا وهنزل واحد بالون تاني، وهننزل الملكه وراها الهيلارات كده بسرعه، ونرمي لها واحده غضب طبعا عشان هيبقى عليها ضغط كبير هنا دلوقتي، مش عايزين نخسر ايه خاصيتها، تمام. زي ما انتم شايفين الثلاث ملوك هنا، وممكن نرمي واحده تجميد كده عشان الدنيا هتبقى صعبه قوي على الملكه، تمام.
هنستنى طبعا. ممكن ننزل بس بيبي دراجون هنا كده طبعا عشان نحافظ على الدنيا دي، ونخلي الملكة تروح للاتجاه التاني. تمام، ماشي 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 ماشي. ممكن ننزل واحد بالونات هنا طبعا عشان اي حاجة تطلع على الهلارات. تمام، زي ما انت شايف الملكة الدنيا بتاعتها كويسة. ممكن ننزل بواحد هنا كده بيبي دراجون. ايوه الملكة راحت في الاتجاه اللي انا عايزه. طيب الحمد لله، كويس اوي، كويس. كملي بقى يا جدع. طيب غلطتي. ممكن نبتدي بقى ننزل الهوجات كده، وننزل دول، وننزل الملك، وننزل الامر في الوضعية الارضية، ونجمد. تابع الهوجات هنا، نرمي لها هيل كده طبعا علشان تقضي لي على منتصف التصميم، وتقضي لي على المدفعية دي. تمام، وبعد كده ندوس هنا كمان واحدة هيل. تمام، زي ما انت شايف الدنيا ماشية كويس اوي لحد دلوقت. وممكن نرمي هنا تجميد مع غضب، وخاصية الآمر كده بسرعة عشان نحافظ على الهوجات. زي ما انت شايف الماينر بينضف بطريقة كويسة اوي. لسه معانا واحدة ريز يعني عشان نحافظ على الجنود بتاعتنا. زي ما انت شايف قدرنا ان احنا نمسح جزء كبير جدا من التصميم، فاضل لنا جزء صغير. اللي احنا هنعمله ان احنا نتابع بقى الجنود بتاعتنا. زي ما انت شايف فاضل لسه 57 ثانية، ومعانا جنود كتير. ممكن بس نرمي واحدة غضب هنا كده طبعا علشان الوقت. تمام، لسه معانا خاصية الملكة، لسه معانا طاقة الجنود، لسه فاضل بس ال 44 ثانية دول. يا رب بس ايه نقدر ان احنا نقضي على التصميم. زي ما انت شايف كده ايه، وفرت جنود كتير قوي ملهاش لازمة. ممكن دول كمان نحطهم هنا كده عادي ملهمش لازمة. وفرنا واحدة سم. تمام، لسه فاضل 29 ثانية. ممكن نفعل بس خاصية الملك دلوقتي عشان نقدر ان احنا نقضي على تصميم. تمام، زي ما انت شايف بقى معانا ماينر كتير، وبقى معانا طاقة الملكة برضو ممكن نفعلها. وزي ما انت شايف قدرنا نمسح تصميم معقد اهو، خدنا فيه 14 كاس وموارد كويسة جدا. وبكده يكون شرحنا 4 استراتيجيات لمسح التاون هول 11. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، واتمنى ان انتوا تقدروا المحتوى ده وتدوسوا لايك وتشتركوا في القناه وتفعلوا زرار الجرس عشان يوصلكم كل جديد. واشوفكم الفيديو الجاي. سلام.